ياض الزمالك ده كل حاجة، العيد والعيدية والأذى النفسية والله العظيم والاكتئاب والفرحة والاندهاش والسسبنس وقلبك وضغطك وكل حاجة موجودة هنا والله العظيم. فعلا مش هتقدر تغمض عينيك قاعد تتفرج على ماتش سهل. ماتش سهل وبسيط والدنيا جميلة وكل حاجة حلوة والدنيا رايقة، وبتجيب جون وبتجيب التاني في عارضة في فرص في هجمات واللعيبة كلها رايقة وفايقة. طب يا جدعان ما اجيب التالت واجيب الرابع ليه؟ يعني نفسي افهم ايه الفكره في الوقفه. خلاص جبت جون اتنين، لعبت شوط حلو حلو قوي، انا كده بقى انزل الشوط التاني افضل مأمن لها لحد ما يجي لنا احنا القلب. مالك يا صاحبي؟ مالكو؟ والله يعني انا نفسي اسال السؤال ده يعني ليه؟ ليه عندك ازمه في الموضوع ده؟ انت راجل نازل دايس. اه صحيح بتلعب فريق، سمعت ان نتائجه كلها في المجموعه كانت حلوه. بوليسداد كسبوا 4-1 وسليم بوشي اللي طلعني كان كسبانه 3-0. يعني فريق حلو، بس انت راكبه ما كمل بقى. لكن تلاقي بقى عندك حبه خوازيق، واحد زي صبحي يطلع لك كده من تحت الارض. مالك يا صاحبي؟ بجد الواحد كل ما يقول انت كبرت وخلاص عقلت وخبرات وبتاع، بلاقي اللي في حاجات كده تافهه. يعني الجون ممكن ما يبقاش غلطتك مع انك انت ما عملتش عليه حتى التراي. هو الجون حلو بصراحه بتاعهم. غلطه محمد اسماعيل طلع في كوره بيتمنظر، اتقطعت منه، الواد بصاها التاني حطها سم. خلاص جون يا صبحي. لازم الكوع ولازم الضرب انت ابني في عصر الفار، لازم تبقى واعي للموضوع ده. انت في عصر الفار، لو انت بقى مع يعني مش واصل لك الموضوع ده. كل حاجه بنشوفها، كل حاجه بنشوفها بتتعاد مره واتنين. واحنا عندنا المخرجين للاسف زي ما قلت في الفيديو بتاع الماتش برضو بتاع اوتوهو الاسبوع اللي فات. احنا شفت المخرجين هناك ضربه الجزاء اللي كانت لفتوح ولا اللي كانت للجزيري ولا اللي كانت مش فاكر لمين، الكورتين ما بيتعادوش، والبتاع تشيكو ولا ايه ما بيتعادوش. مفيش حاجه بتتعاد يا باشا. لكن انت هنا بقى التفصيله والبالراحه والقوه والفوق والتحت والدخله بتاعت الجمهور ما يجيبهاش. جايب لي التشكيله قعدت على الشاشه بتاعت مثلا 5 دقايق. طب والجمهور والدخله والبروباجندا اللي احنا عاملينها والحياه بتاعت الجماهير؟ لا مش مهم. مش والله قلت له حتى المخرجين بيبقوا ضدنا. سايب الجمال والحلاوه وقاعد حاطط لي التشكيله بتاعت اوتوهو. يا عم انت في حاجه في دماغك؟ بجد بتلاقي حاجات غريبه، بتلاقي حاجات غريبه تطلعك بره اللي انت قاعد اصلا ماتش قاعد باكل لب وترمس وكحك والدنيا جميله. وقاعد بقى العيد والعيديه الزمالك، الفرق كلها بتاعت مصر خرجت، الاهلي روح وبيراميدز روحت ومصري، والزمالك بقى اللي فريقي قاعد بقى فاهم وقاعد ولابس التيشيرت والدنيا جميله ومبسوط وبسطني فعلا. شوط اولاني انا قاعد فاهم حاطط رجلي في وش التخين وشايف يا ابني وما اعرفش ايه والدنيا واحنا شوط تاني بقى. انتوا مين؟ انتوا مين؟ تحس ان في ناس تانية جت. يا جدعان ايه ده؟ يا جدعان حرام عليك. اصل الحاجات دي ممكن فريق زي ده ربنا كرمك وعديتها والجزيري بيقف جون. يعني انا النهارده مش عارف انا هقيم الجزيري ده جون ولا لعيب كوره، والله العظيم ما عارف هقيمه النهارده على ايه. وضيع له انفرادين برضو التاني. يعني قبل ما يقف جون ضيع انفرادين. انا كنت قلقان لان هو متوتر اصلا ومش لاقيين غير ده اللي يوقفوه جون. ده راح انفراد الكوره بتطول منه وده بيديله الكوره ما اعرفش بيعمل فيها ايه ومفيش ثقه ومفيش اي حاجه بتوقفوه جون. كنت مرعوب لولا المهدي سليمان واقف وراه كده عمال ينصحه. عجبني جدا برضو اللقطه دي، عجبتني قوي. واقف وراه بيتكلم معاه وتعالى يمين تعالى شمال اطلع لحد ما يبقى مرسيه. لا اطلع خطوتين ارجع خطوتين تعالى يمين شويه اقفل على الزاويه دي اطلع. اكيد كان طالع راجع وراه عشان يتكلم معاه في حاجه زي كده. فعجبتني اللقطه. اداء كويس واحنا كويسين. نكمل يا جدعان. الحاجات دي اقسم بالله ربنا بيسترها معانا عشان خاطر الجمهور اللي كان مالي الاستاد ده. حرام كان الجمهور ده يروح باي لقطه من اللقطات الغريبه اللي بتحصل دي. بحس ان في حته مفيش مسؤوليه من بعض اللعيبه. يعني في لعيبه النهارده مش احسن حاجه في الملعب زي فتوح مثلا، بس هو لايق عليك كابتنه، لايق عليه يبقى راجل وكابتن ويعجبك ويكيفك وموجود في الملعب قائد. بيعجبني النهارده ما كانش في احسن احواله بس ما بيبوظلكش الدنيا. يعني انا النهارده مش الفت ومش الجامد ومش فتوح اللي انتوا عارفيني واطلع يمين وشمال وبتاع، بس تلاقيه بيقف رخم، يقطع قطع رخمه، يوقف هجمه مرتده عليك. برضه ليه كوره واتنين برضه يعني لحد ما يبوظلكش اللعب. لكن صبحي حرفيا بره الماتش طول الماتش كوره وحشه، كوره بيطلعها من رجليه وحشه، الصد خاطر خايف منه، الجون واقف بيتفرج على الكوره. الكوره مش شاطه بكوره، اعمل الطريقه بتاعك نط يا باشا.
واقف غلط، واقف لازق في العارضه، كره متشاطه طبعا على العارضه الثانيه. فيومك مش يومك. محمد اسماعيل مش حلو النهارده، كان برضه هو سبب من اسباب الجون، وعمل كام حاجه غريبه ومش في افضل احواله. بس يعني ايه، في لعيبه زي ما قلت لك يعني مش يومها خالص، لكن ده ممكن يبقى 5 من 10 مثلا، بيحاول بيأدي. لكن في لعيبه يعني عجبتني النهارده، ده كان حلو قوي. ادم، احمد ربيع. احمد ربيع النهارده كان جامد جدا جدا جدا. احمد ربيع لما نزل، كل الكور اللي طلعت من رجله كلها كانت حلوه، وكلها كانت خطره، وكلها كانت مظبوطه. فلا وادم كان كويس، والجزيري وعمر جابر على فكره اول لما نزل لمس لمسه برده عجبتني قوي، وطلع عدي وبتاع. ففي لعيبه كانت لحد ما كويسه. احمد شريف، انا بجد مش عارف مالك يا احمد بصراحه. انت كنت كنز، كنت كنز. مش عارف طربت ليه تاني وركنت ليه تاني. يعني نفسي ترجع، نفسي ترجع بصراحه. يلا الحمد لله، اهم حاجه كان المكسب، واهم حاجه اللي احنا نصعد قبل ما نرجع بقى لقصه الدوري والقصص اللي احنا عارفينها دي. الحمد لله النادي الوحيد في مصر اللي صعد في افريقيا ومكمل. يا مسهل الحال يا رب. كلها 10 مطوشه في افريقيا لحد ما توصل النهائي ان شاء الله، وست مطوشه في الدوري، يعني كلهم توتال 10 مطوشه. سهل تاخد الدوري والكونفدراليه. 10 مطوشه محتاجه رجاله بس، ونركز. والجمهور زي ما انت شايف من اول دقيقه لاخر دقيقه ما بيسكتوش، حرفيا حرفيا 10 على 10. يا مسهل الحال يا رب. ان شاء الله ان شاء الله الدوري والكونفدراليه مش بعاد. لو اول مره تشوفنا، ما تنساش تعمل لي فولو وقول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليكم.